أحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكام. الحكم الأول الإظهار الحلقي، الحكم الثاني الإدغام، الحكم الثالث الإقلاب، الحكم الرابع الإخفاء الحقيقي. إن شاء الله هنشرح في الفيديو ده الإظهار الحلقي، وده الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي، الناس اللي طلبت مني طلبت مني إن أنا أشرح الإظهار الحلقي مرة تانية، أنا عايز الكل ينتبه معايا. الإظهار الحلقي، الإظهار لغة البيان، يبقى الإظهار لغة يعني إيه؟ البيان. الإظهار اصطلاحا، خلي بالك، الإظهار اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة. يبقى الإظهار لغة يعني إيه؟ البيان. الإظهار اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة، خلي بالك، ويكون مع النون الساكنة في كلمة واحدة أو كلمتين. يعني الإظهار الحلقي مع النون الساكنة بيكون في كلمة أو كلمتين، يعني بيجي في كلمة واحدة وبيجي في كلمتين. خلي بالك من الكلام ده. يبقى الإظهار الحلقي مع النون الساكنة بيكون في كلمة أو كلمتين أهو، ويكون مع النون الساكنة في كلمة واحدة أو كلمتين. طيب، حروف الإظهار الحلقي كم حرف؟ خلي بالك، حروف الإظهار الحلقي كم حرف؟ 6 حروف. يبقى حروف الإظهار، احفظ معايا الحروف دي، يبقى حروف الإظهار الحلقي كم حرف؟ 6 حروف. حروف الإظهار الحلقي 6 حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. لازم نحفظ ال6 حروف دول. أي حرف من ال6 حروف دول يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين يبقى حكمه إظهار حلقي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يلا بقى ناخد تدريب وناخد أمثلة على الإظهار الحلقي علشان نفهم الإظهار صح. خلي بالك معايا، دي نون ساكنة أتى بعدها الهمزة، نون ساكنة أتى بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. نقرأ هكذا: من أخيه، بدون غنة، مفيش غنة خالص في الإظهار الحلقي. من أخيه، أنا عندي الإظهار من كلمتين أهو، من أخيه. مثال التاني من كلمة أهو، يبقى الإظهار الحلقي مع النون الساكنة بيجي في كلمة وكلمتين، أنا عندي كلمتين أهو. مثال التاني من كلمة واحدة، دي نون ساكنة بعدها الهاء، والهاء من حروف الإظهار الحلقي. نقرأ هكذا: منها، منها، مفيش غنة خالص، منها. مثال التاني تنوين بالفتح بعده الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار الحلقي. نقرأ هكذا: تارة أخرى، تارة أخرى، تارة أخرى. مثال الثاني وينأون، وينأون. مثال الثاني تنوين بالفتح بعده الهاء، والهاء من حروف الإظهار الحلقي. نقرأ هكذا: كلا هدينا، كلا هدينا. المثال الثاني نون ساكنة بعدها الهاء، والهاء من حروف الإظهار الحلقي. نقرأ هكذا: ينهى، مفيش غنة خالص الإظهار الحلقي، ينهى. مثال الثاني تنوين بالضم، تنوين بالضم، تنوين بالضم بعده العين، والعين من حروف الإظهار الحلقي.
نقرأ هكذا يوم عسير، يوم عسير. المثال الثاني نون ساكنة بعدها العين، والعين من حروف الإظهار الحلقي، نقرأ هكذا من علق، من علق. سهلة. المثال الثاني نون ساكنة بعدها الحاء، والحاء من حروف الإظهار الحلقي، نقرأ هكذا من حيث، من حيث. المثال الثاني تنوين بالكسر بعده الحاء، والحاء من حروف الإظهار الحلقي، نقرأ هكذا شيء حتى، شيء حتى. مثال الثاني نون ساكنة بعدها الغين، والغين من حروف الإظهار الحلقي، نقرأ هكذا من غير، من غير، من خير. نون ساكنة بعدها الخاء، والخاء من حروف الإظهار، من خير، من خير. من أخيه، منها، تارة أخرى، وينأول، كلا هدينا، ينهى، يوم عسير، من علق، من حيث، شيء حتى، من غير، من خير. ده شرح الإظهار الحلقي، درس جميل جدا وسهل، وبناء على الناس اللي طلبت اني اشرح الإظهار الحلقي في فيديو وانزله على الصفحة. ده شرح الإظهار الحلقي يا جماعة، ده الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين. درس جميل ودرس سهل جدا ومفيش أي صعوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشارك الفيديو لغيرك.